السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله. غادي نبداو ديما في القضية ديال القميص ديال نهضة بركان، لأن هذا الموضوع هذا فيه ما يدار. حتى واحد ما قدر يهضر على الكواليس اللي كانت وقعات قبل ما تلاقى اتحاد العاصمة مع نهضة بركان. الفيديو هذا موجه للكراغلة، ديما كنطلب منهم يديروا ابوني ويشتركوا ويديروا الاعجاب لانهم غادي يستافدوا مزيان. المهم الفيديوهات اللي درت قبل الكراغلة بداو كيفهموا، ما بقاوش تيحلوا فهمهم بزاف، ولاو كيفهموا القضيه ديال هاد الفيديو هذا موجه تاني للناس اللي هما علميين، اللي عندهم الافكار علميه، كيفكروا بطريقه علميه. غادي نرجعوا كيفاش بما ان الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكل يعلم بدون استثناء انه يعني فيه الفساد. معروفة الاتحاد الافريقي لكرة القدم فيه الفساد، بين قوسين الطاس حكمات ما احترمتش الاتحاد الافريقي، ما احترمتش اللوائح ديال الاتحاد الافريقي. حكمات في هذا القرار الاخير ضد الكاف، ماشي ضد بركان، ماشي ضد اتحاد العاصمة، وانما ضد الكاف. اللي بغيت نقول هو دائما غادي نرجعوا للمقابله ديال اتحاد العاصمه، المقابله ديال البراج اتحاد العاصمه والفتح الرباطي. وحنا كنعرفوا غادي نفتحوا واحد القوس سياسيا، بما ان الفتح الرباطي، بما ان الكبرانات نهزموا سياسيا، بغا يرجعوا الصراع رياضيا. كيف ذلك؟ غادي فاش بدات هاد سنة 2023 2024 لا كومبيتيسيون ديال لا كونفيديراسيون بالنسبة للكلوب، تداروا حسابات. الفساد حنا كنعرفوه كاين في الكرة، كاين حتى في الفيفا. الفيفا بنفسها اللي كتنظم هذا فيها الفساد. داروا حسابات باش تلقى اتحاد العاصمة مع نهضة بركان، لأن نهضة بركان كان في الأوج ديال العطاء ديالو، ديما كيوصل للفينال، دا واحد لاكوب و وصل للفينال جوج المرات، العام الأول وقبل. والزمالك هي اللي كتدي ليه ديك لاكوب ظلما وعدوانا بالفساد، بقوة الفساد. خصنا نهضروا على هاد القضية هادي. ثانيا الاتحاد العاصمة هو كضحية كلوب ديال كرة القدم، ضحية ديال الكبرانات، دفعوا به باش غادي يتأهل. والحسابات اللي كاينه داخل كواليس ديال الكاف والفساد والبترودولارات اللي كدور، دايرين حسابات باش يتيريو هاد المشكل ديال الخريطة. لأن شافوا بركان لعبات بالخريطة عام الأول، عام الأولين راه سنين وهي كتلعب، شي 4 سنين ولا 5 سنين وهي كتلعب الخريطة. الكبرانات بغا يشوفوا كيفاش يدوزوا ليها باش يحدوا بركان ما تلعبش بالخريطة ديال المغرب كاملة. لعبات اتحاد العاصمة والاتحاد الافريقي المفسدين اللي فيه داروا الحكم تونسي. الحكام ديال ديك المقابلات تونسيين، احتمال، لان كاينه في المجال ديال الرياضيات كاين احتمال انهم داروا تونسي قصدا. التوانسه هما اللي كيحكموا ديك المباراه. الهدف ديال التاهل ديال الفتح الرباطي لدور المجموعات تلغى من طرف الحكم. ديما غادي نرجع لهاد القضيه هادي، الحكم لغى هدف محقق. تا واحد ما هضر على هاد القضيه هادي، لحقاش اي مشكل بغيتي تفكو، اي ايكواسيون في الرياضيات بغيتي تفكها، ولا مشكل في الحياه ديالك اليوميه، دائما خصهم يكونوا المعطيات. الا ما كانوش المعطيات التمرين ما غاديش يخرج، ليكواسيون ما غاديش تلقى لها الحل ديالها. وكتمشيو تاني لا سورس. هذا واحد الفيديو اللي هو واحد تحقيق بسيط واحتمال تلاعب بالنتائج
لكي يستمر اتحاد العاصمة. وبما أن نهضة بركان كان معروف بأنه غادي يزيد لقدام، يمشي بعيد في هاد الكاس هادي، أهلو اتحاد العاصمة بقوة الفساد ديال الكبرانات اللي رشاو الناس اللي في الكونفدرالية. ما تقولوليش فوزي القجع كما تيقولوا الخروطو، فوزي القجع تيتحكم في الكونفدرالية، هذاك الشيء غير كذوب، لأن كون كان تيتحكم في الكونفدرالية جوج كرات ذهبية مشاو لينا من مراكش، الكرة الذهبية ديال الحكيمي داوها جوج ديال النيجيريين. زيد على ذلك المغرب لعب نصف نهائي كاس العالم، وما أدراك ما كاس العالم، وحتى المرتبة الرابعة، ورجعنا ودارت الكرة الذهبية ما داها حتى شي لاعب من المنتخب المغربي اللي وصلوا كاس العالم. النصيري اللي ما كلبيت على البرتغال باش تأهل النصف النهائي يديها، يستحق حتى هو. مثلا علاش يستحق هذاك النيجيري اللي قالك سجل هدف باش دات الفرقة ديالو البطولة ديال الطاليان ولا ما عرفت، يقارنوا ما بين البطولة الطاليان وكاس العالم. حتى لاعب من المنتخب المغربي من يرجعوا من قطر المونديال المرتبة الرابعة عالميا ما خدا الكرة الذهبية، بالعكس داوها الأفارقة. ومنين؟ من داخل مراكش، من قلب المغرب. لذلك هنا كاين الفساد، هنا كيبين بأن فوزي القجع لا يتحكم في الكاف كما يروج ليه بوحنيكا البكاي مع الزملاء ديالو خروطو كما تيقولوا لهم دوك الجزائريين الصحافة ديال الزيكو. لذلك داروا في الطريق ديال نهضة بركان اتحاد العاصمة، كان هذا مقصود. بن شيخة اللي كان تيدرب اتحاد العاصمة ما كانش راضي على تأهل بديك الطريقة، لذلك انسحب. ونحن نعلم بن شيخة كيعرف المغرب وكيعرف المغاربة، وبديك الطريقة باش يتأهلوا لدور المجموعات بن شيخة ما رضاش وانسحب. وشوفوا التاريخ، شوفوا كان واحد الظلم تحكيمي، كان هذه مقصودة مخدومة. لذلك كان حاسبين بأنه غادي يتيريو القضية ديال نهضة بركان، نهزمو سياسيا باش تعرف الغباء ديالهم. الاتحاد الافريقي السياسي كنهضر دابا كيعترف بالبوليزاريو، ومع ذلك انهزموا سياسيا. باش تعرف الغباء ديالهم مشاو بغا يدخلوا اللعبه الاتحاد الافريقي لكرة القدم اللي هو كيعترف بمغربية الصحراء، وقال لك بغا ينتصروا علينا في الملف ديال الصحراء المغربيه. باش تعرف الغباء ديالهم، الاتحاد الافريقي السياسي يعترف بالبوليزاريو ومع ذلك انهزموا سياسيا. بغا يديو الصراع الاتحاد الافريقي لكرة القدم اللي هو العكس ديال الاتحاد السياسي كيعترف بمغربية الصحراء، وقال لك بغا يجبدوا معنا نقاش وبغا يديروا لنا العصافة البيضاء. ولكن لحد الساعة حسب القانون نهضة بركان ستتمم بالخريطة كاملة. غادي نخليكم مع اللقطات ديال الفتح الرباطي في الجزائر، الماتش ديال الإياب اللي انتصرت فيه الفتح الرباطي وتلغى الهدف، واحد الهدف اللي ما يمكنش شي حكم يلغيه، لا يلغى هذا الهدف. هذا غادي نتوما غادي تشوفوا وغادي تحكموا. المهم هذه هي السورس، المنبع ديال دائما الهدف الاول يبقى غائبا من جانب الاتحاد. هنا الانطلاقه بالعيد يتدخل، الداري من هذه الكره يا بالعيد. ها انتم شوفوا الكره هنا التسديده، فتح الرباطي هو اللي هاجم كيلعب توني بيض. هذه كانت الكره الاولى، وسمعوا وشوفوا وفهموا كيفاش كانت مقصوده، احتمال مقصوده باش يدوز لدور المجموعات. هذا اللي كيتسمى اتحاد العاصمه. يلا توميسون في كره لفريق الاتحاد، توميسون التسديده ولكن اختار التسديده. ها انتم شوفوا وحكموا البيترا قريب دابا. شو واش من دقيقه هذيك؟
غادي تشوفوا اش من دقيقة سجل فيها الهدف وتلغى من طرف الحكم، وغتشوفوا اعتداء ديال لاعب جزائري. المغربي بغى يدافع على نفسه وخدا انذار. هنا حذاري من التسديده، ولكن الدفاع عن طريق شيتا رائع. الشيت الاسلوب. ها هو البيت هو هذا. شوفوا عباد الله، شوفوا عباد الله، شوفوا بوم. وضعية التسلل. سمع المذيع. ها انتوما غتيغوتوا صحاب الفتح في الاحتياط تما. ماشي معقول، ماشي معقول بحال هذا الشيء. هذا هو الفساد، هذا هو اللي ما كيقدمش الكره. ها انتم شوفوا عباد الله، واش هذا ماشي بيت هذا؟ ها انتم شوف على تخريجه. شوف ها شوف فين هو الخط؟ هو بعيد الخط. شوف ضاغط الكره. شوف هذا تيتعدى على هذا اللاعب. هذا اللاعب ديالنا فتح الرباطي اللي دافع على نفسه، جا الحكم عطاه انذار. شتي يعني اسكت والجم فمك. ها البيت غادي يتعاود. لهذه اللقطة كتقولها بوجهك حمر. ها انتم يا عباد الله، واش هذه خرجات الكرة؟ واش هذه خرجات؟ 5 متر و70، 5 متر و30. الله ينعل اللي ما يحشم. شوف البيت فينا هي الكرة خرجات. واش سونطراها من حدا لا لين؟ كانت بعيدة على لا لين بكثر من متر كثار. هي الحكم راه خدا ليها. ها هو جا مجيتكم الحكم لتفادي مثل هاد الاخطاء. وهنا راه كاين لو ريغلومون. ها هو Confédération africaine de football compétition interclub règlement de la coupe de la confédération. هادي علاش نهضروا. ها هي règlement de la coupe de la confédération trophée article 1. ها انت راه كاين فيها كاينه فيها اللائحه اللي كتسمح بنهضه بركان ندير الخريطه. راه طويله بزاف هاد الريغلومون هذا. اليوتيوب ما كيعطيش الوقت باش باش نحطوا هادشي كامل يبان، باش الاخرين يفهموا بان نهضه بركان احترمت القانون. دابا المشكل ما بين الكاف والطاس. الطاس احتقرت الكاف. كما قلت في الفيديو السابق، ما يمكنش تجرأ الطاس بحال هذا المشكل هذا مثلا في الاتحاد الاوروبي، تجرأ باش تلغي شي لائحه ديال الاتحاد الاوروبي. الطاس الا كانت الطاس غادي تحكمات دارت هذا القرار هذا استنادا الى لوائح الفيفا، فهذا ظلم واجحاف في على القاره الافريقيه. لان كما قلت في الفيديوهات السابقه، كل اتحاد عنده اللوائح ديالو اللي كينظم المسابقات ديالو الداخليه. هذا هو الريغلومون ديال باش تنظم الكاس ديال الكونفدراليه. راه طويل بزاف، لا يسمح بشرحه. اتمنى ان تفهموا القصه كيف كانت، لان الفساد هو الذي ينخر الكره الافريقيه. ولكن المغرب باستطاعه النهج ديال سيدنا الله ينصرو سي فوزي القجع، الرجل المناسب في المكان المناسب، منين تطلع هو غادي بالكره المغربيه باحترافيه كما في اوروبا. لذلك سي نورمال غيكونوا عندنا الاعداء ما غاديش يبغيو التقدم ديال المغرب. كامل هادشي هذا غير هو حيك المغرب افونسي زاد لقدام. ونتمنىو تفهموا هذا الفيديو هذا. السلام عليكم ويومكم سعيد.